اخي تسمعني؟ مسموع السوسيتير الله مسموع. شهادة حق. وقع صراع فعلا بالحقيقيه، قلتي شي كلام اللي تحسبت علينا، تحسبت عليا منا. قلت شهادة حق، قلت لك اليوم الدنيا وغدا الموت. ما ترحمنيش ما ترحمنيش في هذه القضيه. واش اخويا عمري سجلت شي واحد وعطيتك التسجيل ديالو؟ واش عمري صورت شي واحد وعطيتك تصويرته؟ قول كلمه حق عبد الله، قول الحق اخويا. كيف لا ماشي صورتي، تصاور دارو ما قلتلكش صورتي انا، تصاورت الناس كانوا يدوروا. لا الله يرحمك الوالد. لا 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 عبد الله، انا حنا هنا كلمه حق. اين تصور اخويا؟ سمي الله يرحم لك الوالدين. ان شاء الله داروا تصاور، صافي داروا تصاور ملي كان بيناتنا الصداع. داروا تصاور. اين تصور اخويا؟ اين تصاور ديالنا؟ سير على الله. ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع. شوف ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع. لا خويا، واش تي كلمه حق؟ حيت القضيه د مولات الكسوه الصفراء، التصويره اللي تخرجت هذا في القضيه د مولات الكسوه الصفراء، التصويره المغربي في هولندا، التصويره ديال داك السيد خو بلاتي خو مول القاصح. ايوا المصدر ديالها خويا شكون اللي طلع؟ سمعني، وانا ما قلت لك انت، قلت لك التصاور كيدوروا، كانوا التصاور كيدوروا. لا الله يرحمك الوالدين. لا خويا، لا بلاتي، واش اخويا كافه من هاد التصاور اللي كانوا كيدوروا سبابهم سير على الله؟ ايوا هي قلت لا ماشي هي سبابهم، لا بولات الكسوه الصفراء اللي فرغات عندها التليفون ديالها وكانوا اشياء خطيرين. وانا هادشي ما بغيتش نهضر فيه. اذا سير على الله ما عندها حتى شي علاقه بهذه الامور ديال التصاور. عبد الله اخويا اسمعني مزيان، ديك التصويره سميتو مغربي في هولندا، طلع هو اللي صغب تصويرته باش بقات الدور توصل للمعني بالامر. انا ما درتش وي انا ما قلتلكش انا باللي قلت لك. لا خويا تصاور غير سبعي دابا اللايف بغيتي تحطوها راه مازال عندي في اللايف. قلت انايا مولات الكسوه الصفراء جبت لك الحرب ديال مع بلاتي دابا اش كنقولوا. لا خويا خليني نهضر. لما جبتيني ماشي جبتيني خليني نهضر وخليني نهضر. دابا جبتي قلتي لي خليني نهضر، ولا كنت شي حاجه ما كايناش قولي لي حبس، ولا هذا الموضوع عاد نسدوه بلا ما نهضروا فيه. انا كنقدر نسدو، بغيتيني نهضر غنهضر، مي غنقول داكشي اللي كاين. هذا حق. قلت لك في القضيه ديال مولات الكسوه الصفراء كانوا تصاوروا معلومات، وقلت لك علاش ما تديش حتى داكشي السلطه. وكنا هضرنا انا وياك، قلت لي معلومات خطيره، تصاور ديال الناس مصورين في الدوش، منهم التصويره المغربي في هولندا وصيفطتيها لي باش اكدتي لي، ومنهم التصويره اللي كانت دار ديال خمول القاصح كانه هو هو كولومبو اللي انا صيفطتها وعرفت بانه عيطت لك قلت لك لا هذا راه ماشي هو فلان. وشي تصاور شي معلومات اللي ما قدرتيش انت تصرف بهم، وقلتي معلومات خطيره. قلت لك انا سير على الله. هذا الشيء هاد السيده هذه جايه باش تطيح الناس اليوتيوبرز اللي كيهضروا في القضيه ديال هذا الجمعاوي، وهذا الشيء ما غنختلفوش عليه دائما وانت كتعرفي اكثر مني. وكانت باغيه تدوز ليا حتى انايا ما قدرتش تدوز، وانت كتعرفي بان انا داك ما كنتواصل حتى مع شي وحده كاع، حتى مع شي وحده بتاتا. شكون اللي وقفها باش ما توصلكش؟ حيت المعلومات هي بغات تاخذ من عندك، بغاتك انت تعطيني المعلومات ديالي. ابدا هي بغات. لا الله يرحم لك الوالدين عبد الله خويا عبد الله. ديك المرحله انا كنت مقلوبه عليا القفه، دخلت لي كضحيه ديال يوسف الزوالي، خدت بالله نصب عليها ب 82 مليون، استغلتني، مشات عند الجوكر كوشما سميتو الكوتش من الكوتش مغربي في هولندا حتى لتحتها. هذه الحقيقه خويا، هذيك مجرمه. وانا اسير على الله انا جبت لها الاسرار ديالها دعاء ازيد ولا ما جبتش؟ انت اتصلتي بعائلتها ولقيتي القصه كامله وعندك تسجيل ديال ساعه ونص. ها الغلط كانت عندنا حق. ما قلتلكش سجلت انايا. ما قلتلكش كتسجلي، ما قلتلكش انا اللايف مازال محطوط. اسير على الله ما تبقاش الله يعطيك الصحه. ما قلتلكش كتسجلي، قلت لك انا جاوني التصاور ديال الناس جوج صافي، جوج صورات. وقلتي لي كاينين معلومات خطيره، قلتي لي خلات لي التليفون ديالها في تليفوني. قلت لك اسير على الله انا غير بلا تسعه خلينا نهضر حيت انا تعصبت في هذا الموضوع. لما قلتي لي حنا كنتحاربوا مع واحد السيده، وهذاك السيده انا ملي كنبحث عليها كنلقى واحد الانسانه موسخه لواحد الدرجه ما تصورش انها كانت مجوجه في واحد دوله عربيه، كانت مجوجه بجوج رجال. يعني داك السيده تواصلت بعائلتها، درت مجهودات ديالي. المهم توصلت بالعائله ديالها وشرحوا لي وعطاوني الاسرار وهادي. المشكل لما انت قلتي لي يا ودي هاد السيده هادي راه ما عرفتش كيفاش انا لقيت
تليفوني عامر بالمعلومات وبتصاور وبهادي وبهادي. قلت لك ما يمكنش. قلت لي ودي راه فرغات، اما بغات تخوي تليفونها عند شي وحده وخواتو عندي، وشي هادي راه شي حوايج منهم توراد مغربي في هولندا، وهادي هادو شي حوايج قلت لي غير بساط. قلت لي كاين شي حوايج خطيره اللي ما نقدرش نخرجها. قلت لك سير على الله، داك التليفون ديالك باش ما تصيديش غتهزيه وغتمشي عند البوليس غتقول لهم فوالا انا فقت في الصباح لقيت بلان دو تروك في التليفون ديالي. صافي هادشي اللي قلت انايا. سمعني اخويا، لا سمعني اخويا الله ما يرحمه. تكلبتش جيت، ما تكلب لا بهادي لا بهادي لا بهادي. عبد الله اخويا سمعني مزيان. فاش خوات التليفون ديالها راه هي قد دخلت دير العمليه مع الوحده الليل، قالت لي المسامحه، تكتب لي المسامحه، انا ما فهمت والو، راه عصابه. وسمعتي ديك ماريه التسجيل، داك شنو قلت لك التسجيل اسير على الله؟ انا بدي قلت باش لي مؤامره شوف عليا بدي قلت وعليك. لي راه دخلت نعم بدي قلت لي راه داخله للمستشفى غدير اوبيراسيون. قلت لك والله سير على الله ما كاين لا مستشفى لا اوبيراسيون لا حتى شي حاجه، راه هي كذوب. وانا فين عارف هذا الشيء؟ عبد الله خويا سمعني مزيان باش الناس يفهمونا اللي معانا. فين عرفني ديك الساعه كانت خداتني كصديقه، فين انا عرفت بلا تواصلت مشات حتى لتحفه؟ فين عرفني داك الشيء كامل؟ فين يمكن لي نعرف؟ هي تتصل عندها تليفونات في تليفونات، داك الشيء خطير داك الشيء اللي كدير. ودابا هادشي كامل سير على الله. شوف اختي سير على الله، الله يعطيك الستيره. والله الا عزيزه وغاليه، والله ما نبغي شي واحد يتنمر عليك، واخا انني وقع لي انا وياك مشكل، لانني انت عارف انا معصب وعندي خدمتي وعندي مشاكلي في الخدمه، وهذا الموضوع هذا عصبني. ودي فوا كنبقى غير كنهضر وكنخرج حتى على السطر باش انا هاد الحروبات كلها اللي دازت كونطر هاد الناس هادو اللي مع هاد الصعصع والمشاكل